اقارن ما بين محمد علي والخلفاء لازم اعرف كل واحد كان دوره ايه في الاصلاحات عشان اعرف افرق في الشرح. فلما اجي هنا اول واحد محمد علي كان ليه اصلاحات اداريه، عسكريه، عمرانيه، قضائيه، تعليم. تاني محمد علي كان ليه تاني؟ اداريه، عسكريه، عمرانيه، قضائيه، واخر حاجه التعليم. وطبعا التطور الاقتصادي اللي هو بيسمع ايه؟ زراعه وصناعه وتجاره. نيجي في اول واحده افتكر كده في الاداريه عمل كام مديريه؟ 7. السودان 7 مديريات. طب نيجي في العسكريه عمل حميات عسكريه، قلت بتحمي البلاد. الحميات العسكريه دي كان فيها مين؟ مصريين، سودانيين، وشويه قليلين منين؟ من الاطراف. طب نيجي العمرانيه عمل مدينتين، الخرطوم وكسلة. قال لي الخرطوم كان فيها ايه؟ حطي كل حاجه، مصانع، مساجد، مستشفيات، مخازن. طب الكسلة قلت تحصينات عسكريه. طب نيجي القضائيه، قلت 3 جمل، استخدم قانون عثماني، لكل مديريه عين قاضي وعمل رئيس قضاه. طب نيجي للتعليم، قلت عمل مدارس، كتاتيب، عمل بعثات، ومهد الطرق. تمام؟ طب نيجي في التطور الاقتصادي، قلت اهتم بالزراعه لما عمل قنوات وري وارسل المصريين للسودانيين عشان ايه؟ يعلمهم اساليب الزراعه. قلت ان هو ادخل طرق ري حديثه وبدا يهتم بالحيوانات عشان ايه؟ تصدير المشي. طب نيجي في الصناعه، قلت الصناعه مرتبطه بالتعدين، جاب المعادن زي الذهب والنحاس، عمل مصانع زي البارود، عندي ترسانه السفن، وعمل لها مصانع للخشب ومصانع لتحويل الحديد. طب نيجي في اخر حاجه التجاره، قلت التجاره ملتزمه بالنقل، امن الطرق عن طريق شيوخ القبائل، واهتم بالملاحه النهريه، فاكثر محطه تجاريه بقت مين؟ الخرطوم. نيجي في اول واحد بقى خلفائه، ابراهيم، قلت بيجي في جمله واحده. من قال هذه العباره؟ قال ان مستقبل مصر في افريقيا جيداء هيبقى ابراهيم باشا. طب نيجي في عباس، قلت ما عملش غير حاجتين، مدرسه ابتدائيه وخلى عليها ناظر رفاعة الطهطاوي. عملها فين؟ في الخرطوم. قال ان نشط مين؟ التجاره بين مصر والسودان والدول الاخرى. طب نيجي هايدي لسعيد باشا، قلت سعيد باشا اهتم بالاداره وعمل فيها 5 مديريات، عمل لي مجالس عرفيه، وقلت دي لاشراك السودانيين في حكم البلاد. طب لما يجي يقول لي في القضاء عمل ايه؟ مجالس اقاليم. طب ايه الفرق ما بين العرفيه والاقاليم؟ هقول العرفيه اشراك السودانيين في حكم بلادهم، اما الاقاليم للفصل في الخصومات المدنيه والتجاريه. برافو. طب نيجي للنقل والبريد، قلتها في جمله واحده، انشا محطات على مسافات لتغيير الدوائر. طب نيجي للاصلاحات الاجتماعيه، قلت حاول الغاء تجاره الرقيق عن طريق مين؟ عمل معسكر للجيش عند نهر اسمه عايدي الصبار. وقلت بالنسبه للضرايب باخدها في 3 كلمات، خفض اعفى اسقط. خفض اعفى اسقط. خفض الضرايب، اعفى الاهالي من الضرايب المتاخره، واسقط الضرايب عن مين؟ عن الجنود. نيجي لاخر واحد هو الخديوي اسماعيل، وقلت لو في الاداره يبقى قسم كام؟ 7 بتاعت محمد علي و5 يبقوا كام؟ 12. افتكرها بكده 12 مديريه. وكم محافظه؟ 5 محافظات. طب نيجي للزراعه عمل فيها ايه؟ قلت استصلح اراضي زراعيه ودخل القطن عشان يصدر. طب نيجي للتعليم عمل ايه؟ قلت جاب الناس اللي هم اتعلموا في عباس عشان يطلع منهم نبوغ فين؟ في المساحه وفي التاريخ وفي الهندسه، وعمل لهم مدارس وبعت لهم علماء يعلموهم. طب في التجاره هيعمل مراكز تجاريه ويعمل امن في الدول الافريقيه. طب في النقل كان عندي كام نوع؟ بري، نهري، بحري. قلت البري عمل سكه حديد جنب محاذاه نهر النيل. البحري عمل فينار، قلت لك اقول بحار قول له فينار. عندي ميناء بربره او بربره، وعندي عمل ايه تاني؟ عند خليج عدن. طب نيجي للنهري، قلت عمل ايه في النهري؟ صلح مجرى نهر النيل ناحيه جنوب وادي حلفا. طب نيجي في البريد والتلغراف، قلت لك اهم حاجه عمل اداره البريد في الخرطوم. ازاي مش افرق من هو في البريد ده بتاع اسماعيل والبريد بتاع سعيد؟ قلت لك بتاعه سعيد بيجي يقول لك عمل محطات لتغيير الدواب، اول ما المح كلمه دواب احط له سعيد. انما لو قال لي اكتر واحد او اول من عمل اداره البريد الخديوي اسماعيل، عملها فين؟ في الخرطوم. تمام كده؟